السلام عليكم. انا حاولت اعمل بث مباشر من الفرافره، بس للاسف الاخ مارك تقريبا عملها معايا وقال لي ممنوع من البث المباشر لمده 30 يوم عشان انت بتعمل بث مباشر كتير. الناس اتخانقت منك تقريبا، والله اعلم يعني، ما علينا. فقلت اما اجرب ان انا اعمل فيديو. الفيديو النهارده يعني انا فكرت كده، قلت اعمل العنوان بتاعه تفاوت الاوزان. لما يبقى عندي تفاوت اوزان، ايه الاسباب؟ الاسباب والعلاج. نمره واحد، لو انا بستلم كتكوت عمر يوم، لقيت فيه مثلا 35 جرام و45 جرام، مش عارف يعني، لقيت فيه حماده خالص وبقلص خالص. طبعا الطبيعي والمنطقي ان الصغير مش هيقدر يقاوم الكبير في موضوع الاكل والشرب. يعني لو حضرتك في طبق اتحط وفي واحد بقى تخين كده، بسم الله ما شاء الله، واخد الدنيا كلها لحسابه، وفي جنبه اخوه صغنن كده هيزقه كده بالايد، يقول له بالسلامه روح. طيب، لو حصل حاجه زي كده لا قدر الله وانا مضطر استلم الفراخ، هاجي مع اول تحقينه او تقطيره او اي حاجه همسك فيها الفراخ، انبه على الراجل بتاع الحق، واروح قاعد جنبه عامل من العمال بتوعنا يكون عنده ضمير، وقاعد جنبه بس قفص صغنن كده، يا عم فلان اللي يطلع معاك صغير ارميه هنا. وهاجي بعد الحجازه دي كده هروح اعمل مربع كده اللي هو المفروض بيرمي فيه، واعمل له فتحه صغيره هنا، بحيث ان هو لا قدر الله يعني رمى فرخ صغير وانا مش هقعد اجري وراه في العنبر كله، لا انا هبقى ايه، يعتبر رميه قدامي كده، اقدر الحقه قبل ما يجري فين، في بقيه العنبر. طيب، انا ليه المجموعه الصغيره ديت بقول لك سرد العنبر او افرز العنبر من اول اسبوع، ولو عرفت تعملها من عمر 5 6 ايام اعملها. لان المجموعه الصغيره دي انا عاملها كده سبيشال كير، كده حاجه معامله خاصه. نمره واحد، اخر لهم في البادي شويه، يعني خلاص البادي بتاعي قرب يخلص، احجز للجماعه دول شكاره ولا شكارتين، لان وزنهم ما جاش قد وزن اللي فوق. المفروض اصلا ان انا ببدل البادي من للنامي عند وزن معين، دول ما جابوش الوزن المطلوب، يبقى ياخدوا شويه بادي اكتر، اللي هو المفروض اتسرقوا منهم في الاصل في الاسبوع اللي هم كانوا قاعدين فيهم جنب الكبار. ادي واحده. التانيه، لو انا عندي تفاوت في الحرارات في العنبر، يعني لو عندي المنطقه ديت الحراره فيها كويسه، المنطقه ديت مش مظبوط، المنطقه دي كذا. طبعا الجماعه اللي هم دنيتهم حلوه والحراره حلوه والتهويه حلوه، دول واكلين ومبسوطين ومزاجهم ايه، حلو. الجماعه اللي بردانين عندهم مشاكل معويه، وعندهم حاجات منعهم من الاكل، وبالتالي ده ما كلش وده كل، فبالتالي ده كبر وده ما كبرش. الحل ان انا اساوي العنبر بتاعي، يبقى الحراره فيه شبه متجانسه، ما فيش حاجه اسمها متجانسه يعني 100%، دي مش هيحصل، بس تبقى العمليه قريبه، ما يبقاش مثلا عندي اول عنبر 34 واخر العنبر 26، دي نصيبه، لا احاول اوزنها. نمره ثلاثه، المساحه العلفيه. لو تعرف تخلي كل كتكوت له مكان على العلف اعملها، وما تلتزمش قوي بقصه آه، 40 فرخ للطبق و50 فرخ للطبق. لو عرفت تخلي كل 5 فرخات لهم طبق اعملها، انا طبعا مش بقول للدرجات، بس يعني بقدر الامكان زود المساحه العلفيه. كمان في حاجه مهمه جدا انا بعملها في عنابري، ان بنزل علافه صاج من اول يوم، علافه واحده بس صاج من اول يوم. انا عارف ان هم مش هيطولوها، بس بدل ما اقول ان انا هرفع الاطباق بعد 5 ايام، بعد 6 ايام، بعد 10 ايام، طب ما انا اخلي العلافه دي قدامي، لقيتهم طالوها، اروح رافع الايه، الاطباق الحمراء. وخاصه الاطباق الحمراء بتخش بقى الفراخ في النص، وطبعا الزرق والكلام اللي انتوا واخدين بقى حضراتكم منه دوت. فطبعا بيعمل لي مشاكل معويه انا لو اعرف ما استقبلش على اطباق حمراء هعملها. يعني في علافات، طبعا مش عايز اعمل دعايه لحد، حاجه اسمها علافه اردني، بيبقى الجدار بتاعها قصير خالص كده وواسعه، دي بقدر احضن عليها من الاول. يعني العنابر اللي فيها العلافات دي ما بنزلش اطباق حمراء، ما عنديش اطباق حمراء فيها، تمام. دي بقدر احضن عليها من اول يوم، بتقلل لي من موضوع التسريد شويه، وبتقلل لي من المشاكل المعويه. طيب، انا احط العلافه من اول يوم، وقت ما لقيتهم طالوها ابدا اخف العلافات الحمراء، يوم في التاني اشيلها خالص، يبقى انا كده بعدت عن الايه، عن المشاكل المعويه، اللي هو الفرخ لما مؤاخذه في الكلمه بيعمل زرق مكان ما بياكل. مش عايز اطول عليكم في الفيديو عشان بس ما يبقاش تقيل عليا في الرفع. ايه تاني، على ما اذكر انا عايز بس الم الموضوع بسرعه. التفاوت الحراري، المساحه العلفيه، المشاكل المعويه. لو عندي جزء من القطيع عنده مشاكل معويه لاسباب ما،
ده مش هياكل وبالتالي مش هيكبر. نفس القصه في التهويه والتدفئه، مفيش فرخ مكتوم بياكل، هو اصلا مش قادر ياخد نفسه. طيب انا لو عندي ديد زون في العنبر، عندي مناطق ميته، المناطق الميته ديت ما بياكلوش، او يعني بياكلوا اقل ان هو يا دوبك يعيشوا، فعشان كده ما بيدونيش اوزان. آه، مش كل حاجه الكتكوت، ممكن يبقى فيه اسباب تانية واسباب تالتة واسباب رابعه، ومن ضمنها برضك الايه، الكتكوت. انا ما قلتش ان هو بريء، بس تفاوت الاوزان يحتمل عده اسباب. انا المهم ان انا اعالج سبب المشكله عشان ما تتكررش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.